تعالي بقى انا هعرفك الحقيقة واعرفك ايه السبب اللي بيخلي ياسمين ومامتها بيدافعوا عن الدكتور، وهعرفك كمان ايه اللي مخلي صدفة متمسكة وبتدافع وبتشتم كل اللي بيتكلم وبيقول حاجة عن الدكتور. كل ده هتعرفوه في الفيديو النهاردة. يلا بينا نبدأ. ما هو معلش يا ياسمين، لازم الناس كلها تفهم وتعرف اللي انت بتقوليه واللي اتضحك عليكي فيه. واسفه، وكلامي اللي هيتوجه لمامتك ده لازم يتقال ولازم يتعرف، عشان بجد اللي انتوا بتقولوه واللي انتوا بتعملوه ده بتستفزوا بيه الناس جدا جدا. تعالوا بقى اما نحكي عن كل حاجه ونعرف الدكتور كان بيكذب ليه، وياسمين وصدفه ومامتها بيدافع عنه ليه. وهنتكلم كمان عن حسن بيسو واللي قالوا الرد اللي على صدفة وردوا على المتابعين بالموضوع اللي حصل. وهنتكلم كمان في موضوع تاني. يلا بينا نبدأ ونشوف هنحكي في ايه ونقول ايه النهاردة. وبالله عليكم، عشان في ناس ممكن ما يعجبهاش كلامي، بس انا كلامي يا ريت اللي يعجبه يكتب واللي ما يعجبوش يعرفني، تمام؟ واللي اول مره يشوفني ما ينساش يحط لايك واشترك في القناه وفعل الجرس ويكتب لي كومنت يشجعني بيه. يلا بينا نبدا الفيديو ونصلي بينا على النبي. مبدئيا كده، ياسمين طلعت علينا بالفيديو بتاعها الرد على ان هي راحت للدكتور وطالعه معاها ضني وهدى بتصورها ومامتها موجوده، تمام؟ طلعت قالت ونفت ان بنتها ما كانش عندها ولا تشوهات ولا بنتها كان عندها اي حاجه، وان ده مرض، وقالوا الاسم بالانجليزي وقالوا الموضوع، وقالوا ان الدكتور قال لهم تفاصيل البتاع وان هو ملهوش علاقه وان ما بيظهرش في السونار، وان الدكتور ده ملاك ماشي على الارض وطاير في السماء. وبصوا يعني خلونا كده الدكتور 100 100 100، يلا اللي عايزه يجري ويروح عليه. وصدفة هتكمل معاه ومامتها بتدافع عنه، وسبحان الله بقى ايه، مفيش حاجة، مفيش احسن منه بمعنى اصح. معلش، هو السونار اللي عنده ده سونار ايه اللي ما يبينش ان حجم الرجل مش مظبوطة؟ معلش، اما انا واحدة ست برضو زيك، لما كنت بروح وبتابع مع الدكتورة كان في مقياس الدكتوره بتقيسه في كل شهر بتروحي لها او كل متابعه بتروحي لها، في مقاسات معينه لازم بتتقاس، لازم تقيس حجم العظمه بتاع الرجل. والله ده كان بيحصل. فما تقنعنيش ان انت رحت الدكتور عارف حاجه غير اللي احنا متعودين عليها ومتعرفين عليها. ليه بتدافعوا عنه كده؟ ليه؟ ايه الافاده اللي انتوا هتستفيدوها من مدافع عنه؟ بعد اللي حصل ده المفروض محدش هيروح له من تبعكم اصلا. لو اي حد متابعكم استحاله ان هو يجازف بنفسه ويروح له، عشان هو دكتور مش ثقه، دكتور ما عندوش خبره. ولو الاجهزه بتاعته ما بينتش حاجه زي كده يبقى العيب في الاجهزه بتاعته. انا مش رايحه مستشفى صحيه اللي هي بتاعه التامين الصحي عشان يقولي لا اصل هي مش باينه في السونار. انا رايحه لاكبر دكتور زي ما انتوا قلتوا وواو وبيطير في الهوا. يبقى ما ينفعش تطلعي تستفزي المتابعين وتقولي لا الدكتور ملهوش علاقه وملهوش دعوه بالكلام ده. ما ينفعش. يعني انا مش فاهمه يعني ايه اصل ما بيبانش في السونار. هو حجم الطفل ما بيبانش؟ اللي بيسمعني يا جماعه واللي فاهم في اللي انا بقوله واللي كان بيتابع مع دكاتره وبيحصل معاه اي حاجه شاكين فيها من دي لازم يتعمل 4D. وفي حاجات تانية احدث بتتعمل، تمام؟ يعني انا الدكتور اللي حد انا اعرفه بدون ذكر مين يعني كان بيروح كل شهر او كل مش عارفه فتره يعمل 4D عشان كان في حاجه في الجنين بيطمنوا عليها، وكل حاجه بتبان في السونار. مقاس العظم اللي هو من عند الركبه كده لفوق ليها مقاس معين، لما بتتقاس وتبقى مش مظبوطه بيتقال عليه مثلا كزم، لو اقل بيبقى ليها حاجه تانية. ده الا لو انتوا رايحين لدكتور اي كلام. فما ينفعش تطلعوا تقنعوا المتابعين وتقولوا ان الدكتور ما شاء الله عليه وقعد ساعه يتكلم وهو صح. والله انا من كتر ما الفيديو مستفز ما كملتش الفيديو.
يعني من كتر الموضوع ما هو مستفزني جدا، وان الحاجه فاطمه عماله تقول لا هو ملهوش ذنب، لا هو ملهوش ذنب. هو انت بتدافع عنه عشان بنتك اللي هتولد معاه بعد كده، ولا ايه سبب الدفاع عنه؟ ايه السبب؟ انا عايزه افهم ايه السبب اللي يخليكم كلكم تتفقوا ان هو ملوش ذنب. ما هو اللي بيستمع مجنون، اللي بيتكلم عاقل. روحي الدكتور تاني يا ياسمين، وبلاش تمشي معاه تاني. انت بتقولي هتابع معاه ومش عارفه ايه وهناخد بالنا. بالله عليكي لو انت خايفه على نفسك وعلى اللي هيجيلك يعني بعد كده ان شاء الله، اوعي تروحي له تاني، اوعي. صدفه ربنا كرمها وما عندهاش اي مشكله فراحت وعادي ومتابعه، هي حره. انما انت لو عملتي كده انا اسفه، يبقى تستاهلي اللي يجرالك. اما بالنسبه للموضوع التاني، طلع علينا بيسو في البث المباشر، طبعا بقاله فتره ما بيظهرش اصلا. فالمتابعين بيقولوا له هو انت ليه ما رحتش لبنتك ولا شفتها ولا سالت عنها؟ قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه عايزين تطمنوا عليها ارجعوا للفيديوهات بتاعت مامتها واللي هي فيها عشان تطمنوا عليها. معنى كده ان هو مش متابع اصلا اي حاجه تخصها، معنى كده ان في تاتشات وفي حاجات. بس احتراما ليه وان هو يشكر برضو على كلمتين قالهم. قال ان هو طول ما البنت مع صدفه مع مامتها هو مطمن عليها جدا ومش قلقان عليها، ودي حاجه تتحسب له ان هو ايه، ربنا هديه ورده في السريع كده وهادي. بس مش معنى كده ان هو مفيش حاجه، بس ما نقدرش نتدخل ادام مفيش حاجه بتظهر عندنا على العام، يبقى احنا ايه، ما نتكلمش عن اللي ما يخصناش بمعنى اصح. فالمهم يا جماعه، انا كنت حابه اتكلم في الموضوعين دول. وهو قال ان هو في ناس برضو قالت له انت ما رحتش ليه ما عزتش ليه ضني؟ قال لهم ومين قال لكم ان انا ما عزتش؟ هو انا لازم اطلع اعمل فيديو واقول يا فلان او يا ضني البقاء لله، ولا اقول يا جماعه انا رحت عزيت ضني او كلمت ضني او الكلام ده؟ الحاجات دي مش لازم ان انا اطلع احكيها واقول انا عملت وعدت، انما انا كلمت ضني وعزيته من غير اي حاجه. انا واحد اعرف في الاصول واعرف الصح والغلط، ودي برضو شهادة تتحسب له، لان هو برضو مهما كان في يعني عيش وملح بينهم، وكان في مودة بينهم، في مواقف، في حاجات كويسة بينهم، فدي برضو حاجة يشكر عليها. والفعلا اللي احنا عايزين نقوله ان مش كل حاجة لازم تحصل يا جماعة نطلع نكتبها في العام او نقولها على العام او نعمل بيها فيديو. هي الحياة ما بقتش السوشيال ميديا بس، لا، في مواقف وفي حاجات المفروض تبقى خاصة بالبني ادمين. موضوعنا كان بسيط وسهل، ويا رب ما حدش يزعل مني في اللي انا قلته، بس بجد اللي بيتقال فوق طاقتي والله العظيم. انا بجد من كتر ما انا شايفه ان هو عمال بيدافع عن الدكتور وان هو ما يعرفش حاجه وان ما عملش حاجه وان هو ملاك وعارف اللي ما حدش عرفه والكلام ده كله، والله ما قدرت اكمل الفيديو. ممكن يكونوا قالوا كلام مفيد، وممكن يكون قالوا كلام كان ممكن اعمل عليه اكمل عليه كلامي، بس بجد الفيديو كان مستفز جدا. اتمنى اللي وصل معايا هنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس ويضغط لايك عشان يوصل له كل جديد اول باول. ولو عجبك الفيديو اكتبي لي كومنت تشجعيني بيه.